أنا جيت. جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا، الكران غنى وصحانا والشمس هي طالعة وضحاها، والطيرة يسرحب في سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده جاي لكم بقى فيديو جديد ويا رب يعجبكم. ولو لسه اول مره تشوفوا قناتي يا ريت تشتركي. لو عجبتك الفيديو يا ريت تشتركي في القناه عشان تنوريني كده في قناتي، وحطوا لي اللايك عشان انا بصراحه الفيديو ده بصراحه والله متعوب عليه كتير وفي حاجات كتير، يعني ما تستخسروش بقى فيا اللايك. الاول كده نبدا، وزي ما انتم شايفين كده اول حاجه انا عملت الاول، قلت اسلق اللحمه الاول قبل ما ابدا اعمل اي حاجه في الشقه خالص. كنت هعمل محشي ولحمه وكده. فاول حاجه كده جبت، انا بحب اشوح اللحمه الاول، ما بحبش اسقطها الاول في الميه على طول عشان يبقى لها طعم حلو. الاول بجيبها بشوحها ببصل وملح وفلفل وطماطمايه وورق راولي وكده. يعني انا ما كانش عندي ما كانش عندي مستكه. المستكه طبعا بتخلي اللحمه طعمها حلو، بس كان عندي اليوم ده ما كانش عندي، كانت خلصانه من اخر مره. فشوحتها ببصل والبهارات بتاعتها بقى وكده، وبعد كده اول ما تتشوح كده واللون بتاعها بيغير لون بروح نازله عليها بميه سخنه بس كده. هنا نيجي بقى للمحشي. برضو المحشي ما خدش معايا وقت عشان انا اصلا كنت عامله محشي بتنجان وفلفل، فكنت مقوره البتنجان من قبلها عشان تاني يوم الصبح اقوم. انتوا عارفين البتنجان لما تيجي تقوريه بياخد وقت منك، فبعمله قبلها بالليل. ما بيجرالوش اي حاجه طالما ما بيجيش عليه ميه خلاص. وبعد كده حطيت واتعملت تخديعه المحشي اللي هي بصل بطماطم وكده. وبحب احط هنا، كنت بحط نعناع اللي هو نعناع ناشف، انا بحب احطه على محشي البتنجان. بس الكرنب او ورق العنب لا، انا بحب احطه بس على البتنجان رشه كده بسيطه. بس هو انا عشان انا بجففه وهو ورق ما بهرسوش، بسيبه كده سليم. فبروح جايبه كده حبه منه، يعني معلقه شاي صغيره كده، واروح فركاه واروح حاطه على البتنجان. في الوقت ده كنت انا خلاص اللحمه على البوتاجاز، والمحشي كنت انا عملته برضو، كنت حشيته بس ما كنتش لسه سويته. وكنت انا اصلا قبلها بيوم كنت في السوق وكنت جايبه بطاطا، بس بصراحه البطاطا دلوقتي طعمها مش حلو خالص. انا جبتها عشان يعني انا شفتها في السوق قلت اما اجيب. دول كانوا 2 كيلو. فانا بحب اعمل البطاطا دايما بعملها صينيه، ما بحبش. كنت الاول بشويها بس عيالي كانوا بيحبوها مشويه. صينيه، لما عملتها لهم صينيه قالوا لا يا ماما انت تعملها مشويه، اعملها صينيه. فاليوم ده بصراحه قلت ايه لسه هعملها صينيه وكده، فحطيتها في الفرن بصراحه. لقيت طعمها بصراحه، يا ريتني ما كنت عملتها، هي كان ملهاش طعم خالص. يعني لو انتوا هتجيبوها دلوقتي بلاش، لو هتعملها صينيه ماشي، هتشويها لا ملهاش طعم خالص ومسخه وملهاش طعم. هنا بقى كنت خلاص حطيت الغدا، اتغدينا. كنت عملت ملوخيه وعملت جنبها شويه شوربه لسان عصفور والمحشي ولحمه، والحمد لله على كده. وكنا اتغدينا وطبعا بقى بعد الغدا قمت غسلت المواعين. ده كان بصراحه روتين يوم الجمعه. ده كان يوم الجمعه، هو المفروض انزل لكم الفيديو بس كل شويه الكهرباء بتقطع، واجي احمل الفيديو واجي اشوفه بعد ما بيتحمل بلاقيه مش حلو، فبروح مسحه تاني. فاليومين دول خلاص بقى الكهرباء ظبطت عندنا اليومين دول، فخلاص يعني هنتظم بقى في الفيديوهات. والفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، اللي هو مثلا الفتره الجايه دي او الاسبوع الجاي ان شاء الله انزل لكم فيديوهات جميله قوي. بس ربنا يسهل بس ونروح، عشان هي كانت خروجه ولا على البال ولا على الخاطر ولا على الخاطر. هي جات لنا كده بصراحه والله، يعني ما كناش مرتب لها ولا اي حاجه وما كناش هنروح، بس يعني هي جات لنا كده. ان شاء الله هصورها لكم، هصور لكم مكان ما انا هروح.
وهنا بقى كنت بغسل بقى اشطب بقى المطبخ، يعني هخرج من المطبخ بقى بعد الدربكه اللي احنا كنا فيها طول اليوم ده، وبالذات يوم المحشي وكده. كنت لازم اخلص المطبخ كله. عشان يعني انتوا عارفين الدنيا بتبقى الارض والرخامات والبوتاجاز والكلام من ده، فما ينفعش اغسل مواعين واخرج، لا. بصراحه انا يومها ما خرجتش من المطبخ ده، فضلت اكتر من يجي ساعه. مسكت المواعين غسلتها، والاكل اللي كان عايز يتفضى ويدخل التلاجة، وانتوا عارفين ما فيش اكل طبعا بيفضل بره عشان الجو حر وكده، فلازم احطه في التلاجة. وغسلت البوتاجاز والرخامات، ومسكت المطبخ غسلته تاني، مسحته تاني، رغم ان انا كنت مسحه الشقه الصبح قبل ما ابتدي في اي حاجه خالص. يعني قبل ما بخش المطبخ وهعمل مثلا اكل وهطول جوه، فبروح ماسكه الشقه الاول، الاوض ولو في غسيل هلمه وكده، واحط دور غسيل، اروق الاوض، عشان لما اعمل حاجه يبقى الشقه بره نظيفه، يبقى قدامي بس المطبخ. كده كده مش هطلع من المطبخ غير لما انضفه، وابقى مرتاحه. لما يعني مثلا تبقي قاعده مرتاحه او بتعملي حاجه ومرتاحه والدنيا حواليك نظيفه، انا ما بعرفش اقعد الا يعني مثلا ما بعملش حاجه اكل او كده غير لما الدنيا كلها تكون نظيفه حواليا. حتى شوفوا المطبخ قبل ما ابدا الاكل وكده كان نظيف، ما كانش فيه اي حاجه، لان ببيته من بالليل على نظافه. قبل ما بنام بيكون المطبخ عندي زي الفل. وهنا بقى كنت خلصت المواعين، والحمد لله. انا ما بحبش غسيل المواعين اصلا، بس يعني ما عنديش حد يغسل، ما فيش الا انا اللي اغسلهم. هنا بقى كنت غسلت قلت ما اغسل البوتاجاز بقى. انتوا عارفين البوتاجاز بيبقى زي النيله، شايفين شكله عامل ازاي. رحت غسله برده، مصبناه كده في السريع. ما كانش ينفع امسحه بحته او بفوطه او بكده، لا، هو كان لازم يتصبن وبسلكه وايه اديله. بصوا ما بحسش ان البوتاجاز نضيف عندي او بيلمع غير لما بمسك الليفه والصابون كده واقعد اغسل فيه. والله العظيم بحس كده بنظافته، واحس ان كده ان بيلمع، غير لما بمسحه بفوطه المطبخ وارجع امسحه بمناديل. ما اعرفش والله، يعني لازم اغسله بميه كده وصابون وكده، بحس ان الدنيا نظيفه. حتى رخامات المطبخ لازم اغسلها صابونه برضو بالليفه والصابونه ومش عارفه ايه. في ناس بيقولوا لي ليه انت بتفضلي تتعبي نفسك وتغسلي الرخامه بصابون وحاجات من دي؟ ما تتمسح عادي، يعني الرخامه ما بتشيلش وساخه ولا كده، بتتمسح عادي. يعني انا بحب كده. جربوا كده تغسلوا كل حاجه بصابون او تغسلوها بميه او بحاجه، بس يعني مش غرقه يعني، لا. في المعقول يعني في ناس بشوفهم بيغسلوا البوتاجاز وتلاقيهم بيكبوا ميه ومش عارفه ايه. طب ما كده هيتبهدل والبتاع عمره هيبقى قصير معاكي. لا، انا بغسل كل حاجه وبغسله بالسلكه وصابون وكل حاجه، بس يعني في المعقول. وما بغرقش ميه، ما بحب يعني ما بيبقاش جناب البوتاجاز كلها على الارض جنبه ميه، لا. هو انا بغسل وعارفه انا بغسل الميه هتروح فين او الصابون هيروح فين، وبشيله بسرعه. بس كده رجعت كل حاجه بقى مكانها وخليته زي الفل كده. شايفين والله لما بتغسلوا حاجه وتفضل نظيفه كده، تحسوا ان الدنيا تعبي جه بفايده، او المطبخ بقى شكله حلو، مرتاحاله. حتى لو دخلت عملت كوبايه شاي او عملت اي حاجه جوه بقى في المطبخ، بتحسي انك انت مرتاحه والله. وبيجيلك نفس انك انت بتبقي عايزه تعملي، يعني بيجيلك نفس انك تعملي حاجه. هنا بقى رحت بقى على الرخامه عندي ما كانش فيها دهوله قوي، لان كنت انا دايما بستعمل رخامه الحوض، ما بستعملش رخامه اللي هي اليمه التانية، فاهميني؟ يعني بتاعه الحوض، لان الحوض دايما بغسل ايدي بحاجه بتقع كده، فدايما تلاقي كل حاجه انا بعملها يمه الشغل كله على الرخامه التانية. هنا رحت عاملاها بقى بالبخاخه اللي انتوا عارفين ان انا ما بستغناش عنها دي. رحت بخه كده بختين، لان انا كنت مصبنه الرخامه دي امبارح، لاني كنت جايبه سمك والدنيا كانت عندي زفاره وكده، فالمطبخ عندي كنت مصبناه كله وملمعه الخشب والدنيا فله. هنا رحت عاملاها كده بالبخاخه كده في السريع، ورجعت كل حاجه مكانها. وطبعا الشاي والسكر عندي كانوا ما فيش، عشان بس ما تقوليش انت سايباها فاضيه ليه، لا، كنت هنزل اجيب التموين بصراحه، وكان عندي بس الشاي بس ما عنديش سكر، لا كان عندي سكر بس ما عنديش شاي. فقلت كده انا نازله اجيب التموين، وكنت هجيب حاجات برضو معاه للشقه عشان كانت التلاجة برضو فاضيه وحاجات يعني وكده. ان شاء الله لو صورتها هنزلها لكم باذن الله. بس والمطبخ بقى زي الفل كده، شايفين. هخرج بقى من المطبخ وهنروح فين؟ هروح على المراوح بتاعه الشقه. هنا المراوح بتاعه الاوض بتاعتنا. انا عندي المروحه دي في الاوضه، عندي في اوضه النوم، وفي مروحه في اوضه ولادي. اما في الصاله في تكييف وفي مروحه برضو.
المراوح بصراحة يعني هي اشتكت اليومين اللي فاتوا دول بصراحة. انا ما كنتش بشغل التكييف دايما لان النور كان بيقطع كل شويه وبيجي وبيقطع وبيجي، بخاف يتحرق بصراحه. عشان ما اكدبش عليكم انا ما كنتش بشغله الا فتره بس. يعني مثلا قطع وهيجي وجي تاني بعدها بنص ساعه كده ايده. غير كده ما كنتش بايده لان انا بخاف كهرباء تقطع وتيجي يروح محروق. فكنت دايما بشغل المراوح لحد ما الدنيا تظبط كده والكهرباء تبطل تفصل، واروح مشغلاه. فالمراوح عندي كانت لمت وبر وتراب، ومن كتر ما انا بكسب كل يوم انا بكنس الشقه وبنظف وبنفضي والحاجات دي، فالمروحه تحس ان هي مش بتطلع هوا، ده بتطلع تراب علينا. فقلت لا لازم افكهم واروح ماسكاهم غسلاهم غسله حلوه كده. بس بصراحه والله هم نزلوا، ما اقولكوش نزلوا اللي على الوسخه اللي هم نزلوه. وكمان ما اتغسلوا ونطفوا تحس ان المروحه بتجيب هوا كده وحلوه وشكلها حلو، يعني ما عادش فيها ترابه وكده. بس بصراحه غلبوني على ما فكتهم. فيهم واحده كانت مش راضيه تفك، فضلت فيها يجي ربع ساعه على ما فكتها، وبنتي برضو ما عرفتش تفكها معايا. الحته اللي هي ماسكه في اللي بتمسك المروحه، مش اللي هي بتمسك الشبكه. فضلت شويه كتر لما على ما فكتها كده، وبس على مين فكتها برضو وغسلتهم برضو ونضفتهم كده. فضل بقى مروحه بقى في اوضه ولادي، هي دي بس اللي هعملها، بس دي ما بتتفكش، دي بتتغسل وهي محطوطه في مكانها. بس يعني اليوم بتاعي كل يوم اخد حاجه مع شغل الشقه، فاهميني؟ يعني مثلا مع ترويقه الشقه مع الغدا اخد حاجه انضفها مع الشقه. يعني الروتين بتاعي النهارده، يعني مثلا انا عملت في ناس هيقولي في يوم المحشي ومش عارفه ايه عملتي. ما باخدش وقت انا في المحشي طالما انا عامله حاجتي مثلا مجهزه الحاجه من قبلها، فما بتاخدش وقت معايا. مع تنظيفه الشقه رحت واخده المراوح معاهم، يعني انا شايفاهم في نظري وسخين مش نضاف، فخدتهم معايا كده. قلت بالمره شايفين المروحه اصلا اللي هي دي عورتني بقى وانا بعمل حرفها من الجنب كده، كان حرفها حامي، فراحت دي بصراحه اللي هو معور صابعي، فتح صابعي. اما التانية بصراحة ما تعبتنيش، هي دي اللي كانت تعبتني وانا بفك المروحة وبمسك فيها قوي عشان الفف الحتة اللي هي ماسكه الريشة بتاعتها، دي اللي عورت صابعي. بس غسلتها بصراحة. يعني الدنيا لما بتتغسل كده واحس ان حواليا كده، انا ما بحبش حاجة وسخة بصراحة، لازم الدنيا كلها تبقى نظيفة حواليا. بس وركبتهم اليوم ده وخلاص، عدى عليا على خير ان شاء الله. كده نشوف بقى هننضف بقى النجف المره الجايه. وهنا البطاطا كنت شويتها زي ما انا بقول لكم، شويتها هي صفرة وجميله وكل حاجه وريحتها حلوه بس ملهاش طعم. وهنا بقى الفيديو يا رب يكون